في تليفون من شركه ريلمي عامل ضجه عالميه كبيره قوي، وهو ريلمي سي 75. فانا عايز اقول لك واحذرك من حاجه معينه، مش هقول لك ما تشتروش، ولكن اقول لك لو تخطيت الثلاث عيوب اللي موجودين في التليفون ده اشتريه ومفيش اي مشكله. اول عيب معانا في التليفون وهو المعالج هنا جاي من شركه ميديا تك 91. طبعا المعالج ده كويس ما فيهوش اي مشكله، ولكن مش كويس مع الالعاب التقيله، يعني تحت الضغط المعالج ده هيروح منك، هيروح في حته تانيه وغير موفر للطاقه. تاني عيب معانا وده عيب قاتل بالنسبه لي، انك انت لو واخد التليفون ده تحت اشعه الشمس مباشره، او انت واقف في حته فيها شمس جامد، التليفون ده مش هتشوف منه حاجه، ان التليفون ده جاي بسطوع 690 شمعه، يعني سطوع قليل جدا بصراحه بالنسبه للمنافسين بالسعر ده. وتالت عيب معانا هو مش عيب جامد قوي بصراحه، وهي الكاميرات هنا جايه مقبوله، مش اقوى حاجه بصراحه، وفي منافسين اقوى منها. فدي الثلاث عيوب اللي موجوده في التليفون. معاك التليفون اعتمادي درجه اولى، معاه اقوى شهاده في العالم، تليفون شاشته كويسه، بطاريه عملاقه، خامات ممتازه، مفيش اي مشكله معاه، وسعر ممتاز.